طبعا حضرتك عميل مع تبتب سند بقالك دلوقتي سنه وشهرين او سنه وثلاث شهور. اكيد طبعا. بصراحه بكل صراحه رايك ايه في البرنامج وبتنصح بيه الناس ولا لا؟ والله البرنامج جميل جدا، وبصراحه انا شغال بيه بقالي سنه واكتر دلوقتي. يعني لو حصل فيه مشكله، لو حصل اي حاجه ببعت لهم، بيرد عليا على طول وبيعالجوا لي المشكله. لو الفلوس ما وصلتش بيوصلوها بسرعه، وكل حاجه تمام معاه. يعني انا على طول هو الفلوس بتوصل على طول ولا لا؟ بتوصل على طول. يعني ممكن تبعتها في نفس اليوم، لو بعتها الصبح على الظهر بتكون وصلت. ده لو بنك. لو بنك او اي شيء. المحافظ. محفظه ما جربتش محفظه، بس المحفظه يعني شغاله وكل حاجه تمام. جربتها بطريقه ثانيه لما نزل فودافون كاش. جرب فودافون كاش في نفس اللحظه. تمام. يعني ربع ساعه بالكتير كل حاجه بتوصل. بس في البنك الحمد لله كل حاجه تمام وبتوصل على طول ومفيش اي حاجه. ولو الفلوس اتاخرت ما بتتاخرش كتير، وبيرد عليا سريعا في المكالمات لو بعت لهم. وايه رايك في سعر العمله بتاع البرنامج؟ لا تمام. تنافسي ولا لا؟ تنافسي 100 السعر. في اي رسوم اتاخدت منك قبل كده؟ لا مفيش رسوم ومفيش اي حاجه اتاخدت مني قبل كده، وكل حاجه تمام يعني. طب ايه رايك في مبادره تبتب سند في توزيع التيشيرتات وشراكتهم مع فودافون كاش دلوقتي؟ لا جميله بصراحه، يعني مبادره جميله، وان شاء الله تبقى مبادره شغاله. طب هل حضرتك تعرف بقى ان فودافون كاش دلوقتي شغاله 24 ساعه حتى في الاعياد غير من سنه فاتت؟ ما اعرفش، اول مره اسمع منك دلوقتي. لا بقى شغال جمعه وسبت حافظ. البنوك بس يوم عمل، انما لو بتبعت في الاعياد شغال عادي، جمعه وسبت عادي مفيش مشكله، كل حاجه بتوصل. السيستم بقى شغال 24 ساعه. يعني لو انا حبيت ابعت فودافون كاش لاي حد في اي وقت، في اي وقت طول ال 24 ساعه بتتبعت على طول دايركت. في ثانيه. انما البنوك يوم عمل. بنوك يوم عمل، لو فوري لازم يكون فاتحين. اوكي تمام كده. بصراحه يبقى كده البرنامج بقى اجمل، وان شاء الله نعرف نسحب من عليه دولار وندخل يورو. في دولار. اليورو بقى لسه ان شاء الله احتمال يتوافق عليه، ان هو يتحول يورو يعني. يورو ان شاء الله شغالين عليه يعني بنسبه كبيره هيتوافق على اليورو. ممكن يتحول لك من عليه دولار ويتحول يورو عادي. انت عندك دولار على فكره. لو عندك حد حسابه بالدولار في مصر تحول عليه دولار. ولو عاوز حد يستلم كاش دولار، مصرف ابو ظبي الاسلامي تكتب بياناته زي البطاقه، يروح بالبطاقه ياخد الدولار. بس الدولار بقى بتدفع عليه $1 على المبلغ $1 بس. واليورو اليورو لسه البنك المركزي يعني لسه في مناقشات حول هذا الموضوع. ان شاء الله. فان شاء الله شكرا لحضرتك والله ونورتني والله. الله يخليك. الله يخليك.